هنا medical.com اللي انت ممكن تبحث التشخيصات للامراض الممكنه. مثلا لو احنا عندنا مشكله في الجهاز الهضمي هنختار الجهاز الهضمي زي ما احنا شايفين، هيظهر لنا معظم التشخيصات اللي موجوده. هنختار مثلا الابندسايتس او الزايد، هيظهر لنا هنا في نموذج البحث الابندسايتس. هندوس سيرش، هيظهر لنا صفحه فيها كل المعلومات الخاصه بالابندسايتس او الزايد. اللي احنا شايفين هيظهر لنا الصفحه دي متقسمه كذا جزء. في الجزء اللي فوق اللي هو الازرق ده، في لو انت عاوز تعرف تفاصيل اكتر، تعرف الدياجنوستيك تيست او الفحوص التشخيصيه، الاجراءات العلاجيه، الادويه، الدكاتره، او تبحث عنه في الانترنت. عندنا دي الجزء ده خاص بالصور الخاصه بالزايده. ده عندنا تلخيص للزايده وتعريف ليها، ده نسبة حدوثها بالنسبة للسن. الجزء اللي تحتيه ان هي الفحوص التشخيصية للزايدة، زي ما احنا شايفين عرض الفحوص اللي هي ممكن تبقى تشخيصية للزايدة. هنا الإجراءات العلاجية، زي ما احنا شايفين الأدوية، وهنا الدكاترة. هنلاقي هنا عروض سريعة، هنلاقي هنا في حقائق سريعة عن المرض، زي مثلا الفئة بتاعته، طبعا يتعلق ان هو بالجهاز الهضمي. نسبة حدوثه هيبقى كومن او كثير الحدوث، طبعا ده بالنسبة للولايات المتحدة. الأعراض العمومية الأخرى اللي هي ليها علاجة، ليها علاقة بالتشخيص، اللي هي زي ما احنا شايفين، والتشخيصات اللي ممكن تتشابه مع التشخيص ده.